السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وكويسين يا رب. قبل اي حاجه زي ما تعودنا تعالوا كلنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبرضك قبل ما اقولك ونخش على الوصفه بتاعتنا، انزلي اشتركي في القناه. عايزه القناه بتاعتي نكمل ال1000، فشجعوني واشتركوا في قناتي وفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ولايكات كتير، كلمة اشتراك تحت الفيديو بتاعي بالأحمر دوسي عليها يبقى انت اشتركتي معانا في القناة بتاعتنا. وعايزين بقى ايه؟ عايزينها تكبر بقى بيكوا كده يا رب. خلاص قربنا نجمع ال1000 مشترك اهو، ربنا يسهل بقى. شجعوني وكملوا لي بقى ال1000 مشترك. تعالوا بقى نشوف النهاردة، هنسمي الله وهنشوف احنا النهاردة هنعمل مع بعض ايه. احنا النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جامدة جدا كلنا بنحبها. معرفش بقى، في مننا يعرفها وفي مننا ما يعرفهاش. ايه هي الأكلة النهاردة؟ هنعمل النهاردة كبسة مع بعضينا. تمام. طبعا هي مش هتطلع طبعا نفس اللي اخواتنا السعوديين بيعملوها والكلام ده، بس ادينا ايه؟ بنتعلم منهم. تمام. معانا هنعملها في الحله بتاعه الضغط. معايا اللحمه بتاعتي، دي لحمه ضاني. تمام. معايا جزر مبشور، معايا بصلايه متقطعه قطع صغيره. تمام. ومعايا التوابل بتاعتها هنشوفها ايه مع بعض. خليكم معايا، لا تروحوا كده ولا كده. هنولع البوتاجاز ونرجع تاني مع بعض. معايا حله الضغط اهيت، شغلت عليها النار. هنجيب معانا معلقه كده من السمنه او الزبده حسب المتوفر عندك. تمام. اعملي لايك بقى واشتركي في القناه وفرحي قلبي بقى. يلا، احنا اول حاجه هنعملها، خليكم معايا وهتشوفوا طريقتي اللي انا بعمل بيها الايه، الكبسه بتاعتنا. بس ايه، الميه بس تنشف. شوفوا الطريقه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصي يا ست الكل، معانا معلقه من السمنه او معلقتين. تمام. نحط حته كمان. طبعا انا اللحمه بتاعتي فيها دهون، فمش عايزه ازود دهون اكتر من كده. اهو هنشيل منها كمان حته. اللحمه زي ما قلت لكم فيها دهون. اخدنا ايه؟ معلقه كده، اخدنا معلقه سمنه. تمام. هننزل بقى عليها بايه؟ بسم الله. نوطي النار بس بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هننزل باللحمه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها في الحله الضغط النهارده بقى، مش هتاخد معانا اي وقت. هي حلاوه الكبسه باللحمه الضاني. تمام. كده حطينا اللحمه بتاعتنا، هنشوحها مع بعض. نعلي بقى النار، نحاول نشوحها على قد ما نقدر ايه، نديها الصدمه. تمام. يلا يا اختي اعملي لي لايك بقى وشجعيني واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. هوريكي شكلها برضو، بس لما ايه اقلبها على الناحيتين كده. طبعا كلنا عارفين اللحمه الضاني بتبقى لحمه ايه؟ لحمه خرفان. تمام. لو في حد ما يعرفش، دي لحمه خرفان. في ناس بيقولوا عليها كبش، صح؟ انا مش عارفه بره بيقولوا عليها خرفان زينا ولا بيقولوا عليها ايه. يعني زي ما احنا بنقول عليها كده خرفان، بره بيقولوا عليها خرفان ولا بيقولوا عليها كبش، مش عارفه. احنا عندنا هنا بنقول عليها لحمه ايه؟ الخروف بقى والكلام ده، لحمه خرفان. تمام. لايكات بقى واشتركي في القناه يا حاجه انت وهي. نقسمها على قد ما نقدر.
نجيب بقى بقيه الحاجه بتاعتنا وارجع لكم تاني. زي ما قلت لكم نصدمها الصدمه التمام زي ما اتفقنا. دي لحم ايه؟ لحم خرفان. تمام. نقلب بقى كويس. بقولك يا وزه انت وهي نزلتي عملتي اللايك؟ انا زعلانه منك، انا شايفاكي ما عملتيش اللايك لسه. عايزه اكمل ال1000 مشترك يا جماعه بقى، عايزه العيله بتاعتنا تكبر. كبروا عيلتي بقى. انتوا تعملوا لي بقى لايكات كتير وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. شوفي بقى الوصفه بتاعتي النهارده بتاعت الكبسه دي، وان شاء الله تعجبك وهعملها بطريقتي وهتعجبك باذن الله. يا ريت اللي بيشوفني وبيجرب الوصفات بتاعتي يكتب لي في التعليقات هو جرب ايه وايه اللي عاجبه من حاجتي. تمام؟ يعني فرحوني كده. يعني اللي جرب وصفه من الوصفات بتاعتي يقول لي احنا جربنا كذا وما شاء الله حلوه او وحشه. تمام؟ شايفين اهي؟ شايفين شكلها اهي؟ انا صدمتها كده اهو. تمام. هننزل عليها بايه دلوقتي؟ هننزل عليها بالبصلايه بتاعتنا متقطعه قطع صغيره. تمام اهو. بسم الله. ننزل بقيه البصله عشان يقطع حاجه غاليه حرام. هننزل بايه تاني؟ قلنا البصلايه. طب انت كنتش عملتي البصلايه الاول وبعدين حطيتي عليها اللحم؟ لا انا قلت ايه، جربوها بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم. نحط البصلايه كده بعد اللحمه. تمام. هنرمي عليها الجزرايه برضو، جزرايه مبشوره اهو. بسم الله. زي ما اتفقنا كل حاجه هنحطها عشان خاطر حرام، الحاجه غاليه يا جماعه. قلب قلب قلب. وانت كده حطيتي بقى كل المكونات بتاعتك؟ لا لسه، استني شايفين عادي. اقول لكم ريحتها قبل ما احط لها توابل ولا احط اي حاجه، ريحتها تحفه تحفه تحفه. معانا رولي، ورق الرولي او الغار. تمام اهو. حطينا. تمام. وايه تاني؟ الحبهان او الهيل. الحاجات دي اساسيه معانا في الوصفه بتاعتنا. حط كام واحد حبهان. استنوا انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، بس هعمل معاكم شويه حاجات كده وبعدين ايه هفصل شويه عشان برضك ايه الفيديو مبقاش طويل عليكم. اهو 6 وحدات او 7 وحدات من الهيل او الحبهان. بسم الله. وايه تاني يا موز زيتي؟ هتحطي ايه تاني؟ هقولك دلوقتي. واحده من اللي هو اللومي. عارفه اللومي ده ايه هو؟ ده الليمون الناشف. تمام. ده بتجيبيه من عند العطار. بسم الله. ايه تاني؟ كفايه كده؟ لا طبعا لسه، استنى. هنحط قرفه اهو. كفايه هما دول حلوين، مش هنحط قرفه كتير. عشان هنحط قرفه مطحونه. تمام اهي. هحط قرفه مطحونه عشان كده هحط دين بس. هحط ايه تاني؟ هحط كركم وهحط كاري، شويه من الكاري صغيرين. بسم الله. وشويه من الكركم معتبرين بقى، شويه كده حلوين بتاع معلقه اهو. بسم الله. بقول لك الريحه تحفه تحفه تحفه. نحط حبه كمان عشان المعلقه دي صغيره. بس كده؟ لا لسه، دي حاجه اساسيه لسه ما حطيناهاش. بسم الله.
اقلب بس كده. شويه من القرفه صغيرين كده. في حاجه تانية هنحطها بس بعد ما نحط ننزل الميه بس بتاعتنا، ميه تغلي على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بس الميه ايه، اللحمه بس تغلي كده غلوتين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد بس ايه غلوتين كده، تبدأ تخش في السوا ونروح نازلين عليها بالايه. خليكي معايا عشان تشوفي احنا هنعمل ايه مع بعض. خليكي معايا. بصوا هحط مكعبين ماجي. تمام يا ستي، انت كنت كل حاجه حاطه فيها ماجي. جربي وصفه اختك وباذن الله هتعجبك. ماجي ايه اللي انت بتحطها لنا على اللحمه دي؟ والله العظيم بتخليها تحفه. جربيها وان شاء الله باذن الله هتعجبك. مكعبين من الماجي. تمام اهو، والله ما جبت تاني، هما 2 اهو. تمام. وهنجيب مع بعض عشان خلاص هننزل الرز بتاعنا. طبعا الرز بتاعنا احنا نقعينه غسلاه ومنقوع. تمام. استنى. يبقى احنا الرز بتاعنا غسلينه ونقعينه. تمام. كده بقى ايه الخلطه بتاعت الكبسه اللي هي التوابل يعني اهي. شفتوها اللي هي باب الشام ديت. تمام اهي بتاعت الكبسه. بصي معاها كمان المعلقه بتاعتها المعيار بتاعها. هنسمي الله دلوقتي وهننزل ايه مع بعض. بسم الله. الله دي فيها كل حاجه. الله تحفه. فيها حبهان بقى وحاجات دي مطحونين واللوري والكلام ده كله في قلبها، كل ده معاها. بسم الله. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيها كل حاجه يا جماعه والله. انا اول مره اجربها. بصوا انا عايزه اوريكم بس مش عارفه هوريكم ولا تعرفوا تشوفوها ولا لا. بصوا شايفين الحبه الراولي فيها كل حاجه. بس حبه كمان كده كده تمام قوي. حطينا كده ايه من المعيار دوت معلقتين بالمعيار ايه اللي جاي معاها اللي هو ده المعلقه بتاعتها دي. تمام. اخدنا منها معلقتين كده تمام قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف الكلام ده كله محتاج ملح ولا لا. هي دي الحاجه الوحيده اللي خلاص كده احنا حطينا كل التوابل بتاعتنا، حطينا كل حاجه. هندوق بس كده ونشوف هتعوز ملح ولا لا. طبعا ولا هنحط بهارات بقى ولا اي حاجه، هي كل اللي احنا حطيناه بهارات الكبسه بس. عايزه بس ايه، هنجيب مكعب ماجي تاني. جبنا واحد مكعب تاني اهو، شايفينه اهو. واحد تاني يبقى انا كده حطيت 3. انا عامله قد ايه؟ انا عامله 3 كوبايات من ايه، من الرز. الرز البسمتي غير الرز المصري بتاعنا. الرز البسمتي كل كوبايه رز بتاخد 2 كوبايات ميه. تمام. يبقى الرز البسمتي بياخد قد ايه ميه؟ الكوبايه رز بتاخد 2 كوبايات ميه. تمام. او شوربه الموجود عندك بتستعملي، ما عندك الشوربه بتستعملي الميه. تمام. خلي الميه تغلي زي ما انا عملت كده. هصفي بس الرز بتاعنا عشان انا نقعاه. وهوريكم النوع بتاع الرز اللي انا مستعملاه. النوع ده حلو قوي، النوع ده اصلا سعودي. تمام. هوريكم ادي الرز بتاعنا اهو. دول 3 كوبايات غسلاهم وكنت نقعاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما حطيتش ملح صح؟ هنحط الملح دلوقتي بعد ما نحط الرز. طبعا في حله الضغط مش بياخدوا معانا الكلام ده، مش بياخد وقت. تمام. يبقى كوبايه الرز بتاخد قد ايه ميه؟ كوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 كوبايات ميه.
كوبايه الرز العادي اللي هو المصري بتاعنا بياخد كوبايه ميه. تمام. يبقى البسماتي بياخد معانا كوبايتين من الميه. عايزه اقول لكم ريحتها عايزين عامله ايه، حاجه مشويه، ريحتها تحفه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها بقى ونوطي بقى عليها، ندوق بس كده الحياء بتاعها. تحفه، بس محتاجه شويه ملح. طبعا انا ما حطيتش طماطم، ما بحبش احط لها طماطم على فكره، ولا صلصه. انا بحب اعملها كده وبتطلع طعمها تحفه. جربوها بطريقتي وباذن الله باذن الله هتعجبكم. دوق تاني كده. محتاجه شويه تاني، شويه ملح كده. خلاص حطيت لها الملح وقفلت حله الضغط. لازم تقفليها كويس. قفلت حله الضغط كويس اهيت. نعلي بس النار شويه زي ما قلت لكم. خلاص حطيت الملح بتاعنا وقفلت الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. دي هتفضل تعمل معانا صوت كده، سامعين؟ هتفضل تلف دلوقتي تعمل معانا صوت شويه، وهنروح موطيين النار عليها. هنسيبها بقى تعيش ايه حياتها لغايه لما الرز بتاعنا يستوي. طبعا هي ما بتاخدش وقت، ادام في حله الضغط ما بتاخدش معانا اي وقت. تمام. هرجع لكم بعد ما تستوي. بصوا عشان نسيت اوريكم الرز. هو ده الرز اللي انا استعملته اهو، اسمه ابو كاس اهو. شايفينه؟ الرز ده جامد جدا. تمام. وبرضك لما هيستوي هقول لكم برضك ايه هو ودنيته ايه وطعمه ايه. تمام. تمام. لايكات كتير بقى، واشتركوا في قناتي وفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يبقى ده الرز البسمتي اللي احنا استعملناه. اسمه ايه؟ ابو كاس. اسمه ايه؟ ابو كاس، عشان تبقي ايه عارفه. بصوا دلوقتي انا موطيه النار خالص او طفيتها خلاص اهو. طفيتها دي بقى. بصوا شايفين؟ دي لازم اشيلها خالص بقى كده عشان اخرج الايه كل البخار دوت. ليه بقى؟ عشان اعرف افتح ده. تمام. لازم اطلع كل البخار، عشان لو شلناها وهي فيها بخار، لو فكينا الكلام دوت وهي لسه الحله فيها بخار، مش عايزه اقول لكم بيحصل ايه. ربنا يا رب يبعد عننا كل حاجه وحشه يا رب باذن الله. اهم حاجه تشيلي اللي انا شلته دون اللي هو ده اهو. ده تشيليه خالص عشان يطلع البخار من هنا. يعني البخار يطلع خالص يا لغايه لما تحسي ان هي ما فيهاش بخار. تمام. وبعد كده هنفتح الحله مع بعض ونشوفها مع بعضينا. خليكم معايا. بس انا حبيت اقول لكم واعرفكم ان دي لازم نشيلها خالص عشان نخرج كل البخار اهو. بصوا انتوا شايفين؟ بصوا شايفين البخار اهو؟ شايفين؟ لازم كل ده يطلع خالص من الحله بتاعتنا. وبعد كده بعد ما نلاقي نتاكد ان هي مفيش اي بخار تاني، نروح بقى فكين دوت ونروح ايه. شايفين بقى الحاجه بتاعتنا جوه استوت ولا لا؟ تمام. تمام. اهم حاجه يا جماعه تخلوا البخار ده يخرج، عشان لو ما خرجتوهوش بيحصل حاجات وحشه لا قدر الله. لو جيتي فتحتي دي وهي لسه فيها بخار، انا بقول لكم عشان برضك ايه يبقى برضك ايه خلصت ضميري. تمام. لايكات بقى وشير بقى واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي خلاص اهو البخار اهو تمام، ما بقاش فيه. بس برضو هنصبر شويه وبعد كده نفتح الحله مع بعض ونشوف بقى الدنيا ايه. هنفتح مع بعض زي ما قلت لكم. خلاص ما فيش بخار. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفتح مع بعض كده. اهم حاجه ما فيش بخار. تمام. وهي كده بصي، وهي لسه ايه محطوطه في الناحيه دي كده. بصي تحاولي ان انت ترفعيها برضو تخرجي الهواء. بعد كده تسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله. شايفين الرز؟ شايفين؟ تحفه تحفه تحفه. بصوا واللحمه خلاص كده اتهرت معانا اهو. شايفين اهو؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه. هنغرف
وهنرجع تاني مع بعضينا نشوف بقى بعد ما نغرف الاكل. اهو بعد ما خلاص بقى غرفنا الرز بتاعنا اهو، الكبسه جت فظيعه. بصوا طعمها تحفه والله العظيم، تحفه تحفه تحفه. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم بطريقتي. متنسونيش بس باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. بصوا ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. جربيها وان شاء الله هتعجبك، وباذن الله باذن الله تكتبي لي في الكومنتات ان هي انت جربتي الوصفه بتاعتي وعجبتك بطريقتي. يلا لايكات بقى وشير كتير كتير كتير. تستاهل لايك ولا لا دي والنبي؟ تستاهل لايك كتير. ده بصوا الرز والله مفلفل، بس الكاميرا بصوا عايزه اوريهولكوا، استنى. الكاميرا بصراحه بصوا والله الرز مفلفل وجميل ازاي. وقعناه اهو، بصوا شكله. لايك بقى كتير 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 كتير، واشتركوا في قناتي وفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. احلى كبسه، تحفه 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 تحفه. استنوني فيديوهات تانية كتير جايه باذن الله. بصوا هي مبتاخدش وقت خالص في حاله الضغط، تمام اهو. بصوا الشكل، واللحمه عايزه اقولك مهريه جدا. لايك بقى واشتراك في القناه وفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوني.